بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله أحمد وأصلي وأسلم وأبارك على النبي أحمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بالله مش من عوايدي هكا نهبط فيديو، ما والله العظيم شفت فيديو متاع الأخت خولة سليماني، يعني تبكي، قالت راهو هبطولي تساوري بكذا، يعني الله يهديكم والله، الله يهديكم والله. علاش تقولوا اللي هي معناتها ولو عملت 20 عمرة لن يغفر الله لها؟ من تاب تاب الله عليه. علاش ما تمشيوش على المنوال متاعها؟ يعني وشنية اللي عملته خولة سليماني مقارنة باللي عملوه الصحابة الذين أصبحوا مبشرين بالجنة؟ هنالك من الصحابة من دفن بنته حية وأصبح مبشر بالجنة. يهديكم، اتركوا الخلق للخالق. إن الذين آمنوا وتابوا بدل الله لهم سيئاتهم حسنات. سبحان الله، لا تبتوا انتوما ولا خليتوا شكون يتوب، الله أعلم بيها. هل الله عز وجل يعني اعطاكم في ايديكم مفاتيح الجنة ومفاتيح النار؟ راهو عيب عليكم وحرام عليكم. وخليني نقول الأخت خولة سليماني اصبري، إن الله مع الصابرين وإن الله يحب الصابرين. مثالش يا أخت خولة، راهو خليني نذكرك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أوذي وما خلوا ما قالوا فيه، يعني حشاك، فما هنالك من بصق على وجهه وهناك من ضربه وهناك من أسال دمه، يعني مثالش كله بجر أختي، مثالش. وخليني نذكرك أختي العزيزة في هذه القولة التي تثلج الصدور: إن أرادوا ضرك وأراد الله منفعتك سيجعل الله في ضرهم نفعك. سبحان الله، هؤلاء حتى من حقدهم من ثلبهم تستفيدي. وخليني نذكر إن الله عز وجل يعاملك في الدنيا على إثر معاملتك أنت لخلقه. إذا كنت من أهل الستر سيسترك الله، وإذا كنت من أهل العفو ومن أهل المغفرة ومن أهل الرحمة ربي سبحانه سيعفو عنك ويغفر لك ويرحمك. أما إذا كنت تفضح وكنت تهتك في ستر الناس، والله العظيم سيعاملك الله بالمثل في الدنيا قبل الآخرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.